السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا وصلنا للغرب لكن هنلف. ده شارع ال90 ماشي، عشان تبقوا عارفين ده شارع ال90 الشمالي. دي المنطقة التكميلية حرف البي، وده الحي التاني حرف الاي. طيب احنا فين؟ العمارة اللي مبنية ديت قطعة رقم 12، واللي جنبها الطوب الاحمر ديت قطعة رقم 11. يلا نلف عشان خاطر نبص. 12 و11 ايه حرف الاي الحي التاني، حرف الايه حي التاني، وده شارع ال90 اهوت واخد جزء. يلا نلف عشان خاطر نشوف. هنصور حرف الايه وحرف البي ونمشي في النص ما بين الاتنين. طيب بعد قطعة رقم 10 في حاجة معمول لها أعمدة بدروم. بعد القطعة رقم 11 في أعمدة البدروم دي قطعة رقم 10. دي قطعة رقم 10 اللي هي موجودة ديت الحي التاني، وجنبها قطعة رقم 9 الحي التاني حرف الاي. هنكمل لحد ما نشوف القطع اللي مبنية ديت. في قطعة مبنية اهيت، دي قطعة رقم 2 ايه الحي التاني، وهيجي بعدها قطعة ناصية، والمفروض هتبقى قطعة رقم 1، والمفروض هنخش جنبها يمين علشان نخش ما بين الحي التاني حرف الاي وحرف البي، قطعة رقم 1. طيب وهنا في وشنا قطعة رقم 1 بي اللي هي عند الكشك ده، عربية نقلة هتخش. فخلونا نخش كده ونشوف القطع اللي مبنية حرف الاي وحرف البي. يبقى لما نخش في الشارع دوت هيبقى حرف الاي حي تاني على ايدينا اليمين، وحرف البي على ايدينا الشمال. القطعتين الناصية اللي في الشارع الرئيسي مش مبنيين، قطعة رقم 1 ايه وقطعة رقم 1 بي لسه. طب القطعة اللي في ظهر 1 بي 34 بي مبنية، هي اللي على شمالنا دي. القطعة اللي في 1 اللي في ظهر. مساء الخير. حد هيشوفني، حد شكله يعرفني. معلش كنت وقفت الفيديو وشغلته تاني. احنا في الحي التاني لسه ما بين حرف الاي وحرف البي. كنت قابلت حد من متابعيني قال لي يا باشمهندس، ووقفني. فسبحان الله، من الحاجات الجميله بصراحه لما الواحد بينزل وبيشوف الناس ويلاقي الناس بتوقفه وتساله او تطلب منه معلومه، ببقى مبسوط جدا بصراحه. استاذ ياسر صلاح، ما اعرفش بقى يشوف الفيديو ولا لا. المهم ربنا يكرمه يا رب. هو كان مع المدام تقريبا وكانوا بيلفوا وبيشوفوا حاجه ليهم، فربنا يكرمه ان شاء الله. طيب دلوقتي احنا قدام قطعه رقم 135 133 ايه الناصيه اللي مش مبنيه، والناصيه اللي مبنيه ديت قطعه رقم 94 ايه، واللي جنبها ديت قطعه رقم 95 ايه الحي التاني. طيب وهنا قطعه رقم 35 بي ماشي. طب واللي جنبها مبنيه ديت، اللي جنبها مبنيه ديت 75 بي ماشي الحي التاني. طب والطوب الاحمر ديت قطعه رقم 36 بي. اوكي كده بحاول ربنا يستر وما انزلش في نقره. كده بحاول قدر المستطاع اوصل لكم الصوره المبنيه اعمده ديت. في ميه اهي كمان في الحي التاني، في جزء اتسفلت اهو. ديت 132 ايه الحي التاني ماشي. قصادها 36 اللي هي ديت. بعد 36 ايه قطعه رقم 37 مش مبنيه، بعدها اعمده بدروم قطعه رقم 38 مبنيه اعمده بدروم بي. والعماره اللي مبنيه ديت قطعه رقم 39 بي، واللي بعدها 40 بي، واللي بعدها 41 البيضه ديت بي، واللي قصد 39 بي ديت 129 ايه ماشي. 129 ايه الحي التاني، وده الشارع الفاصل ما بين حرف الاي وحرف البي. ودي قطعه رقم 42 حرف البي. الشارع ده كله شكله مبني، وبعديها 43 وبعديها 44 بتتبني اهوت. الشارع واقف لكن ادينا ماشيين قدر المستطاع. معرفش اعدي ولا لا، بس هنا واضح ان هم بيحفروا عشان يحطوا كابلات كهرباء او ما الى ذلك. المهم اللي في وشنا هناك دوت وليفط الموف دوت حرف الاي، حرف الاي. اوكي ليه؟ لان هيبقى البي خلص. واللي على يميننا العماره البيضاء ديت خلينا نقولها برضو، احنا هنا في 44 43 44. اللي على يميننا هناك ديت هتلاقيها رقم 122 وبعديها 121 122 ايه و121. شارع مقفول هنضطر نلف
وخلينا نكمل الفيديو من مكان تاني. تحياتي. احنا رجعنا لان الشارع مقفول. هنا حرف الايه، في عماير كتير مبنيه جوه في الشارع دوت اهيت. النص دي 35 وبنكمل بقى. هتلاقوا اللي مبني دوت من اول 29 28 و27 اللي هناك المبنيين دول. anyway خلينا نخش دخلة حرف البي ونصور لكم حرف البي القطع اللي موجوده. النص ديت 34 بي. انا كنت فاكر ان انا قبل كده هنا دخلت الشارع ده كنت نزلت في نقره، فربنا يستر بقى ان شاء الله مش هنزل في نقره زمان يعني. طيب دخلنا هنا حرف البي. القطعه اللي على شمالنا دي الطوب الاحمر دي 33 بي، يليها الخلصانه واجهه ديت 32 بي، يليها العموديه على الشارع ديت هتبقى 31 بي، هيبقى في وشها شارع اهوت. القطعه اللي مبنيه ديت ناصيه، قطعه رقم 77 بي، والناصيه دي 76 بي. نكمل على طول. القطعه دي 30 اللي مش مبنيه. القطعه اللي مبنيه بعدها 29 بي، يليها البيضه دي 28 بي، يليها 27 بي، يليها المحاره ديت 26 بي. الجزء دوت فيه هنا قطعه رقم 89 بي، هنا شارع، ودي 89 بي جنب الكشاك الكهرباء ديت، وده بالفيس على الجنينه. دي حديقه، الحديقه بتاعت حرف البي. اوكي. هنا القطعه اللي مش مبنيه دي 25 بي، يليها 24 بي، يليها المبنيه دي 23 بي. قدر مكتوب الرقم القطعه اهو، ده دليل ان انا ماشي صح كويس. في وش طبعا الجنينه اللي احنا شايفينها ديت. مش عارف بقى في نوادر هنعرف نخش ولا مش هنعرف، ادينا هنمشي وربنا يسهلها. بسم الله. يا مسهل يا رب، ربنا يسهل وما نغرس. ايوه طبعا دي 22 بي الخرسانه ديت، وبعد كده 21 وبعد كده 20. بما ان احنا ماشيين في ترتيب قصد بعض 20 فعلا. والخرسانه ديت رقمها 106 بي. في قدامنا نقطه خرسانه الحمد لله ربنا يسهل. 106 بي، ودي 20 يليها 19 يليها 18. ال 18 دي المفروض تبقى ناصيه. اوكي شوف بقى هنعرف نطلع ولا لا. في وش ال 18 المبنيه دي قطعه رقم 124 بي، ودي قطعه 125 بي، مكتوب 124 بي اهو. لا مش هنطلع. اللي جنبها 123 بي، والناصيه اللي بره 122 مش مبنيه. كده تقريبا احنا قدر المستطاع صورنا لكم حرف الاي وحرف البي في الحي التاني. الانشاءات في حرف البي حلوه، انا شايفها كويسه، والانشاءات في حرف الاي انا برضو شايفها كويسه. يمكن القطعه اللي في وشنا الناحيه التانيه ديت، العمارات اللي هناك ديت حرف السي اللي هناك دوت، ده الشارع الفاصل ما بين البي والسي عشان برضو تبقى فاهمين. وهنبدا نصور لكم بعد كده الحروف التانيه، نحاول ناخد بقى حرف السي، ناخد حروف تانيه معاه حرف الاي، لكن قدر المستطاع بنحاول نصور لكم الصوره ونحاول نوري لكم المكان بحيث ان انتوا تكونوا عارفينه. وكده ختمنا فيديو الحي التاني حرف الاي وحرف البي. لو حد محتاج الخرايط يرجع لي وانا ابعتها له بحيث ان هو يبقى عامل ليها مطابقه ما بينها وبين بعضها. تحياتي.